واحد من أكتر الأسئلة اللي بتتكرر خلال الفترة اللي فاتت هي فكرة لحد إمتى هيستمر الدهب في الارتفاعات؟ طبعًا على مدار الشهور اللي فاتت كلنا شُفنا الدهب بيستمر في تكوين قمم تاريخية وأسعار تاريخية لم يصل إليها، والتوقعات بترتفع بشكل كبير لوصوله لمستويات $4000 للأونصة الواحدة، وكمان لمستويات $4400 للأونصة الواحدة. فإيه بقى السر؟ وهل هيستمر الدهب في الارتفاع والّا لأ؟ ببساطة يمكن يكون السبب الرئيسي اللي معظم الناس بتتكلم عنه هو عمليات خفض الفائدة اللي بيقوم بيها أو اللي هيقوم بيها الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر القادمة، واللي بدأها خلال الشهر الحالي ب25 نقطة أساس، وده شيء طبيعي جدًا إن هو يدعم ارتفاعات الدهب، لأن ببساطة جدًا إحنا عندنا الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية نوعًا ما بيتراجع، في إشارات مبكرة على استمرار التراجع ده بتتمثل طبعًا في سوق العمل الأمريكي، لأن سوق العمل الأمريكي معنى إن هو بيتراجع معناه إن إحنا في المستقبل القريب قد نرى تراجع للنمو داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الآن إحنا ما شفناش الأثر الرئيسي للتعريفات الجمركية على الاقتصاد، فبالتالي لو كان عندنا أثر سلبي واضح ده أيضًا هيزيد من قوة عمليات الخفض اللي بيقوم بها الفيدرالي مع استمرار ضغط الرئيس الامريكي دونالد ترامب على الفيدرالي الامريكي لتيسير سياسته النقديه خلال الفترات اللي جايه، فبالتالي طول ما السبب ده موجود وطول ما بتزداد التوقعات بالنسبه لعمليات خفض الفايده وطول ما بيستمر تراجع سوق العمل وفي نفس الوقت بيرتفع التضخم، لان دي نقطه مهمه جدا، لان الناس بشكل عام بتشتري الذهب عشان تقدر تحمي نفسها من التضخم المرتفع، فبالتالي تراجع سوق العمل الامريكي مع استمرار ارتفاع التضخم هيؤدي إلى استمرار ارتفاعات الدهب خلال الفترات اللي جاية، بس ده مش السبب الوحيد، سبب رئيسي تاني هو استمرار البنوك المركزية الكبرى في شراء الدهب وخاصة الصين طول الوقت على مدار الفترة اللي فاتت عندها طلب قوي جدا أو بتشتري الدهب بشكل كبير جدا، وباقي البنوك المركزية أيضا بتعمل نفس الموضوع، والسبب الرئيسي في ده هو استمرار التوترات الجيوسياسية الموجودة في العالم سواء من الناحية الجيوسياسية أو من الناحية الاقتصادية. طبيعي جدا إن الدول الكبرى تتخذ الذهب كاحتياطي وقت الأزمات اللي بتكون موجودة معانا سواء كانت أزمات اقتصادية أو سياسية. كان ابتدى يحصل عندنا مثلا بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية بوادر وجود حل، وكان حصل لقاء بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي ونوعا ما كنا اقتربنا من الوصول لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن فجأة وبدون أي مقدمات كل الحلول دي اختفت وابتدى يزداد التوتر بشكل كبير سواء بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أو بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، وبالتالي تفاقمت المشكلة بشكل كبير، وده يدينا نوعا ما إيضاح إن المشكلة دي هتكون مستمرة معانا لفترة مطولة، إن الحل مش موجود في الوقت الحالي لأن فرصة الحل كانت خلال الأشهر اللي فاتت ولم تحدث، وبالتالي ده بيدل على إن المشكلة ما زالت كبيرة وما زالت مستمرة خلال الفترات اللي جاية. النقطة برضو اللي تعتبر مهمة هو استمرار تراجع الدول الأمريكي والذهب علاقتهم دائما علاقة انعكاسية، ارتفاع الدولار الأمريكي معناه إن بيحصل هبوط بالنسبة للذهب، وارتفاع الذهب معناه هبوط الدولار الأمريكي، وبالتالي طول ما بيحصل التراجع اللي متوقع إنه يستمر على الدولار الأمريكي طول ما هتستمر ارتفاعات الذهب، خاصة إن دونالد ترامب من سياسته بشكل عام إن هو مش بيهتم بقوة الدولار، هو بيهتم أكتر بقوة الاقتصاد وقوة الأرقام الاقتصادية أكتر من قوة الدولار، بيهتم بأسواق الأسهم بشكل كبير أكتر من الدولار، فكل العوامل دي من المتوقع إن هي تدفع الدولار للاستمرار في عمليات الهبوط خلال الفترات اللي جاية، فبالتالي كل العوامل الموجودة معانا بتشير إلى استمرار ارتفاع الذهب خلال الفترات اللي جاية. بالنسبة بقى للتداول الفكرة كلها في المناطق اللي أنت بتقدر تختارها، إحنا دلوقتي نوعا ما الصورة شبه واضحة للذهب بقالنا أكتر من سنة، إحنا من أكتر من سنة الأسواق بتسعر بشكل مسبق زي ما اتكلمنا قبل كده فكرة خفض الفائدة وبالتالي استمرار ارتفاع الذهب، وده اللي بيحصل على مدار السنة الماضية، الذهب مستمر في الارتفاع بشكل كبير، فانت عارف ان انت عندك اتجاه صاعد واضح، الفكرة كلها في انك تقدر تختار اماكن جيدة للشراء، تقدر تختار مستويات جيدة مع عمليات التصحيح اللي بيحصل، تقدر تختار مستويات جيدة مع عمليات الاختراق للقمم التاريخية، لان كل ما بنخترق قمة تاريخية بيكون عندنا موجة مطولة من الارتفاعات، فالفكرة كلها في الاماكن اللي تقدر تشتري منها بشكل صحيح مع المحافظة على إدارة مخاطر قوية. فقولوا لنا بقى رأيكم إيه في الذهب الفترة الجاية واستنونا في فيديوهات جاية.